بنات تتقلشوا عمسنا مع بولحية. بسم الله ما شاء الله. او علاش انا كندير لك فيديو على بولحية؟ صافي با دير بلي انا اقصائي ولا نوصم في الناس ولا نصنف في الناس ولا نو. قدر اي انسان يربي لحية ولا يرازيها، هذا الشيء عادي وشخصي. حنا نهضروا على كلمة بولحية اللي رجعت تيتر سوسيال، ناس عاد تنفستي فيها. كيما هذا هو ما عندوش اللحية، عنده زوز غبات في وجهه، مسمي روحو في بولحية ويدير في البيبليسيتي لهذيك اللبسة. سان فو با دير بلي انا ضد انه الناس يبيعوا اللبسه ولا يديروا لها البيبليسيتي، ولا كل واحد حر في روحه يبيع واش يحب يا اخي، ما يفرضش على الناس يشتريو عليه بالدراع، الله يسهل. لو بروبليم سيكو هذه حكايه بولحية رجعت تيتر وعاد تعطي المصداقيه لمن لا مصداقيه له. دوك هذا لو كان جا انسان واحد اخر دار البيبليسيتي هذه للحانوت نتاعو، ودوك تشوف صحاب اللحية كيف طايحين عليه وتنشروا لنا في الفسق وتحرضوا على كاش حاجة وكذاش من بلاش. مي كي عاد بولحية أو فرحان ويدير فيها وهو واثق من نفسه انه واحد ما يقدر يهضر عليه لانه جوست بولحية، كي عاد لابس هذيك العراقية والجبة. هذا هو البروبلام. انا علاه ضد هذه الحكايه انها تولي انتيتر سوسيال. مثلا لو كان يتقابضوا زوج، واحد مرازي وواحد ملتحي، اغلبيه الناس اللي ما حضروش لاسان يعطيو الحق لبولحية. لو كان وحده متبرجه يتبلاها بولحية في البيس، لا ماجوريتي نتاع اللي في البيس مش رايحين يصدقوها، رايحين يعطيو الحق لبولحية ويقولوا بلي بولحية مستحيل يتبلى المرأة. هذه هي الغلطه هذه هي النظره اللي لازم تنحى. اما اللحية ربيها ولا رازيها هذا شيء شخصي، انا ما يهمنيش. بنات تتقلشوا عمسنا مع بولحية، عرايس موديل بيستي شورت الله الله عليه. بسم الله ما شاء الله. موديل تحفة، سينما في المنزل، سينما اللي ما جاتش طيب هذه كولار. موديل لامبورطاسيون، كاليتي نظيفة واسعار ريزونابل. طيب